كم هو عزيز الوطن، وكم تهون التضحيات التي تقدم في سبيله، فالوطن يبقى دوما الأكبر والأهم، والولاء له بعد الله يعد أجل وأعظم المبادئ الإنسانية السامية التي تربط الإنسان بالأرض، التي ترخص في سبيلها كل المصالح الدنيوية التي أعلاها وأغلاها الحياة والقلب النابض بها. فالعطاء والتفاني هو عطاء من أجل الوطن، ودليل الانتماء الصادق له، وتعبير عن معنى كبير في عيون أبنائه الذين يحملون في قلوبهم معنى جميلا ورمزا مقدسا وحما مصانا ودينا يجب الأداء. شبابها حاميها من شر الفتن، دارنا معمورة في كل اليمن. يا حاسد ويا شانيها، يا حاسد ويا شانيها، ماشي فايدك. شبابها حاميها من شر الفتن، دارنا معمورة في كل اليمن. فليس أعز على الإنسان من وطن نشأ على ترابه وترعرع في كنفه وتنفس هواءه وتنعم بخيراته وحمله في قلبه هوية وعشقا ذاب كل منهما في كيان الآخر. وطني يا منتهى الآمال، يا كل الأمال. وطني يا مصنع الدوار، يا فخر الزمان. وطني يا كبرياء المجد في أقوى كياني. وطني يا عرق الأوطان في أسمى المعاني. وطني يا من تسامى في العلا أعلى مكاني. وطني أنت مقيم في فؤادي ولساني. حسب من عنك تغاب أنك الشعب اليماني. حسب من عنك تغاب أنك الشعب اليماني. فلتعيش يا وطني، فلتعيش يا وطني. فالوطن أعطى الإنسان المستقر الأمن والطمأنينة، ويفاخر به ويعتز بالانتماء إليه الذي يشده إلى جذور متأصلة في أرض الوطن، ويكون معه في ترابط وثيق وعناق أبدي وحب يفوق كل أنواع الحب المعهودة، الذي استحق بذلك أن يمنحه الإنسان أعز ما يملك وأغلى ما لديه، يمنحه جهده ووقته وطاقته، يمنحه زهرة شبابه وأخصب سنوات عمره، يضحي من أجله بدمه وروحه دفاعا عن حياضه ودودا عن كيانه.